بسم الله الرحمن الرحيم. في شركات كتير بتقع من غير قصد في مشكله التهرب الضريبي او بتعمل حاجات تعتبر في حكم القانون جرائم ولها عقوبات. قبل ما اتكلم عن الجرائم دي او الافعال اللي بيعتبرها القانون جرائم، هتكلم الاول على ازاي احل مشكلتي مع الضرائب. هفترض ان انا صاحب شركه او صاحب مصنع او صاحب محل وجالي مأمور الضرائب واعلن لي ان الفحص الضريبي جاب عليا رقم اكبر من اللي انا كاتبه في الاقرار بتاعي، او لو انا اصلا ما قدمتش اقرار ضريبي وهو جايب عليا ضرائب مبالغ فيها قوي. اول حاجه لازم اعملها ولازم نفهم الاجراء ده تم فعلا ولا لا، هو الاعلان. هل تم فعلا اعلان قانوني ولا لا؟ يعني الاعلان سليم ولا مش سليم؟ هو عمل حجز ولا مجرد اعلان بالبوسطه او بالايميل؟ طيب لو الاعلان ما تمش يبقى قدامنا فرصه ان احنا نظبط اوضاعنا، لكن لو الاعلان تم وكان مظبوط يبقى لازم نتحرك وخلال 30 يوم من الاعلان او من الحجز. في الغالب المحاسبين بيكونوا عارفين الاجراءات دي كويس وعارفين اجراءات الطعون الضريبيه، بيبقى عارف ازاي يتعامل مع مأمور الضرايب اللي جاله. لكن يا ريت قبل ما يعمل حاجه يتكلم مع المحامي الاول، علشان لو في اجراء قانوني في عيب المحامي هيبلغ بيه المحاسب والتحرك هيكون على اساس قانوني، لان في مده تقادم واجراءات بتقطع التقادم. طب لو الاعلان تم صحيح وانا عايز اطعن على تقدير المصلحه، اول حاجه بتروح على المأموريه، المأمور اللي معاه الملف، المحاسب بيتكلم معاه ويوضح الخطأ اللي عنده، لانهم في احيان كتير بيغلطوا، زي مثلا رابط ضريبه على مستشفى مقفوله او ان المستشفى مهدوده اصلا من زمان، فمن الممكن التعامل مع المأمور. لكن للاسف في الغالب الاعم من الصعب ان المأمور يلغي التقرير بتاعه، ممكن بس يجيب لك تخفيض معين او خصم معين. فنعمل ايه في الحاله ديت؟ على طول بنعمل طعن قدام لجنه الطعن الداخليه، ودي بتكون جوه المصلحه، وبرضه بتكون مهمتها تصحيح الخطأ في الربط اللي وقع فيه المأمور، وممكن تقدم لها صور المستندات اللي بتدل على ان الربط ده خطأ. طيب اذا اللجنه الداخليه ديت ما عملتش حاجه او خفضت الضريبه بس بنسبه بسيطه من غير ما تلغيها، والممول شايف ان هو مظلوم، فبيقدم طلب طعن تاني قدام لجنه الطعن الضريبي، ودي لجنه غير لجنه الطعن الداخليه، دي بتكون لجنه قانونيه ليها جلسات واعلانات واجراءات، ولما بتحدد جلسه بتخطر بيها الممول والمصلحه، وممكن اقدم في الجلسه المستندات اللي انا عايزها والمذكرات بتاعتي، واللجنه بتصدر قرارها اما لصالحي او لصالح المصلحه. وممكن كمان نعمل طعن على قرار لجنه الطعن الضريبي دي خلال 60 يوم قدام مجلس الدوله. بس في حاجه لازم اقول عليها ودي في الغالب ما بيعرفهاش المحاسب، هو مين اللي عليه عبء الاثبات؟ يعني مين اللي لازم يثبت الكلام ده؟ طيب لو انا مقدم الاقرار بتاعي سليم بالاجراءات القانونيه وكل حاجه مظبوط، والمصلحه بتدعي ان في غلط في الاقرار ده او ان الضريبه اكتر من اللي انا كاتبه في الاقرار، يبقى هي اللي عليها عبء الاثبات، تثبت اللي بتقول عليه. طب لو اثبتت فعلا ان في خطا في الاقرار، صفقه مثلا ما اتكتبتش، ما تمش ادراجها في الاقرار، او ان الممول كان عايز يعدل او يصلح الاقرار بتاعه، او انه عايز يعترض على محضر عمله مأمور الضرائب عنده، هنا يبقى للاسف عبء الاثبات على الممول. طب نرجع لاجراءات الطعن الضريبي. انا قلت لو ما عجبنيش قرار لجنه الطعن بتحرك وبعمل طعن قدام مجلس الدوله، ودي ما ينفعش فيها محاسب. الشغل اللي فات كله كان ممكن يقوم بيه المحاسب، لكن الطعن قدام المحكمه لازم محامي، وبرضه المحكمه ممكن تحكم لصالح الممول او لصالح المصلحه، واي حد من الاثنين ممكن يستأنف القرار ده طبعا، وفي النهايه القرار الاخير بيكون ملزم للطرفين. في حاجه ثانيه عايز اقول عليها، ان حتى بعد ما يكون الحكم نهائي او ان الممول ما طعنش على تقدير المأموريه، في حاجه ثانيه اسمها اعاده النظر في الربط النهائي للضريبه، وده بيكون من خلال الممول مع المصلحه، ودي اخر حاجه ممكن تتم بشأنها حساب الضريبه. طب لو حصل انت دفعت ضريبه غير المستحق عليك، ممكن كمان تسترد. اخر حاجه عايز اتكلم فيها وهي مهمه جدا، عقليه المحاسب يا جماعه لا تصلح امام القضاء. عقليه المحاسب غير عقليه المحامي، غير عقليه القاضي. القاضي عايز عقليه قانونيه تتعامل معاه. جالي محاسب وجايب لي عريضه بيقول لي عايزك ترفع لي العريضه دي زي ما هي كده، فببص على العريضه لقيت ان هو مضيع كل حقوقه الشكليه، في تقادم مش واخد باله منه، في تقادم تاني مش واخد باله منه، في اجراءات ثبتت حقه هو بيضيعها ليه مش عارف. عقليه المحاسب غير عقليه المحامي، رؤيه المحاسب غير رؤيه المحامي للاجراء. فيا ريت نخلي بالنا ونعمل شيء من التعاون، ما يبقاش المحاسب يشتغل بالفقاهه، هي مش فقاهه، في حاجات معلوماتك انت وعقليتك انت كمحاسب ما تنفعش الناحيه دي. قبل ما تتحرك اصلا من الاول لازم يكون في محامي. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.